حكايه التقرير اللي جايه غريبه شويه. ممكن تلاقي قشه في العيش، ممكن حتى ساعات تعودنا نلاقي يعني حاجات كده، يعني مش بنبقى شوائب ما بنبقاش عارفين هي ايه، وممكن ساعات طوبه زلطه يعني نبلعها، ما احنا بناكل الزلط ما بنقولش حاجه، بس انك تلاقي موس حلاقه وسط رغيف عيش، طب ازاي وجه منين؟ يعني هو الفران كان بيحلق دقنه؟ والكلام اللي بقوله ده مش هزار، ده فعلا اللي حصل بعد ما احمد عطيه لقى في رغيف العيش اللي بياكله موس حلاقه. هو كلم برنامجنا، احنا رحنا نقابله عشان نشوف حكايه الموس ده ايه في التقرير اللي جاي. انا كنت قاعد باكل انا ووالدي على الاكل، فبندغ اللقمه تلاقيت فيها زي حاجه كده بلاستيك، فطلعتها بعد ما كملت اكل وببص عليها لقيتها موس. هل انا لو كنت ندختها كان ايه اللي يحصل يعني؟ ده يعني مش عارف انا اقول ايه يعني. ده يرضي ربنا يعني؟ ده حتى في نعمه ربنا يعني، ده عيش، ده موس، ده لو كنت بلعت الله اعلم بقى كنت عايش، ده انا عندي عيلين حتى. اللي حصل حضرتك احنا بعتنا جبنا عيش وقاعدين بناكل، فاللقمه دي جت تحت بق عيل من العيال، واخد بال حضرتك، فبيحسبها انها حته يعني لقمه ناشفه بتاع عجين، زي ما احنا متعودين نلاقي عجين ونلاقي مسامير ونلاقي عيدان كبريت ونلاقي فتل، واخد بال حضرتك ازاي، فافتكر ان دي حاجه زي كده، فبيتك عليها راح اتكه تحت بقه شالها. طبعا حضرتك منظر العيش انتوا اكيد مش عارف انتوا شفتوه ولا لا، احنا ناس على قدينا، ما معناش ان احنا نجيب العيشه بنص جنيه وبربع جنيه والكلام ده، فيا ريت الساده المسؤولين يهتموا بينا ويشوفوا اللقمه دي احنا عايشين بيها، ماذا والا يمنعوه. يعني اللحمه قرفونا منها، الفراخ وقرفونا منها، السمك وقرفونا منه، طب ناكل ايه؟ نموت؟